12 عاما أو يزيد داوم فيها عبد الله على رفع الأذان وإقامة الصلاة في مسجد بايزيد الثاني في إسطنبول دون انقطاع. لكن هذا اليوم بالنسبة إليه سيكون غير عادي، فقد عاد المصلون إلى الصلاة في هذا المسجد الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر المساجد في المدينة بعد انقطاع طويل. هناك أهمية دينية لهذا الجامع تعود لعدة عوامل. أولها أن الجامع كان المكان الذي تخرج منه كثير من الأساتذة في علوم الدين والتاريخ الحديث، وكان سلطان الولي بايزيد الثاني يخطب فيه الجمعة بنفسه ممتشقا سيفه، ولا يزال الخطباء إلى اليوم يخطبون مستلين سيوفهم. أسس المسجد قبل ما يزيد على 500 عام في عهد السلطان بايزيد الثاني، ويوصف بأنه من بين المساجد المتواضعة من حيث اقتصاره على عدد محدود من لوحات الخط والزينة. ما يميز هذا الجامع أيضا أنه كان بداية عهد جديد في فن العمارة، أنهى ما عرف بعصر العمارة المبكر، وبه بدأ العصر الكلاسيكي في فن العمارة العثمانية. بدأت أعمال الترميم في المسجد عام 2012 بعد أن تضرر المسجد خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، لا سيما بعد الزلزال الكبير الذي أصاب اسطنبول وأدى إلى تصدع كبير في قبته. أشرف على ذلك فريق من علماء الآثار والمختصين في فن العمارة الإسلامية من مختلف الجامعات والمؤسسات في تركيا، ولم يكن من المقرر أن تستمر الأعمال طوال هذه الفترة. كانت هناك خطة مغايرة لما تم تنفيذه، فعند بدء الترميم اكتشف الفريق أضرارا لم تكن ظاهرة أثناء التقييم الأولي، وهذا سبب طول مدة الترميم، كما أن عمليات الترميم أصعب بكثير من إنشاء بناء جديد. يمكن تشبيه الأمر كأن تقارن بين الاعتناء بطفل مريض وبين الاعتناء برجل ذو سن. بالتأكيد الاعتناء بالمسن أصعب، وهذا هو حال الجامع. كما شملت الأعمال أيضا إعادة ترميم دقيقة ويدوية لآخر سجادة أصلية صممت خصيصا للجامع في زمن السلطان عبد الحميد الثاني، وأعيد استخدامها مرة أخرى. عمر الحاج، الجزيرة، اسطنبول.